السلام عليكم. في قرار جديد ظهر لوزير الصناعة ووزير النقل ونائب رئيس مجلس الوزراء، اللي هو القرار رقم 16 لسنة 2025، وده حطيته على صفحتي على الفيسبوك، صفحة المراجع المصري. المهم جدا ان احنا نبقى عارفينه ان القرار ده من القرارات المهمة جدا اللي طلعت في الفترة الأخيرة. ليه؟ ان القرار ده سمح لبعض الأنشطة ان هو يصنع خارج المناطق الصناعية، وهحط لكم اللينك الخاص بيه، وانا كمان وانا بتكلم هتلاقوا القرار شغال وموجود عندكم، بحيث ان اللي حابب يطلع عن القرار هحطه في الديسكريبشن بتاع الوصف عشان تقدروا تحملوه، وكمان ان انتوا تشوفوه بنفسكم. من ضمن الحاجات اللي هو حطها وهي ان هي الكلام ده بمجرد الاختار، وطبعا هنقول لحضراتكم اول باول القرارات الجديده لان القرار لسه نازل، زي صنع منتجات المكتبية وصنع المنظفات وصنع وجوه مستلزمات الأحذية ومعالجة الورق كيماويا. ده بعض الأنشطة. كمان من ضمن والحاجات الكويسة جدا التعبئة والتغليف للمواد الغذائية المختلفة، صنع الشوكولاتة وصنع الحلوى وصنع اللبان، حفظ الفواكه، صنع الحلاوة الطحينية. الحاجات دي كلها تقدر ان انت تخش خارج المنطقة الصناعية. من ضمنهم برضو تجهيز وطحن التوابل، انتاج العسل الاصطناعي، صنع المركزات الصناعية، وصنع الاعلاف المحضرة للحيوانات، وكمان صنع الفحم ومنتجاته. الكلام ده كله طبعا من الحاجات الكويسة جدا اللي في الفترة الأخيرة، يعني كان في ناس كتيرة جدا شغالة في الجزئيات ديت بره خارج المنطقة الصناعية، بتواجه مشكلة كبيرة جدا في موضوع التراخيص. كمان من ضمن ده صنع مواسير ووصلات وقطع خاصة خرسانية، صنع المنتجات الفخارية، الجرش الملح، وصنع الأساس من خلية عرش النحل. الحاجات دي كلها زي ما قلنا بالاختار. من ضمن الحاجات برضو تجهيز منتجات الأسماك والقشريات وإنتاج مصنعات الأسماك وصنع مسحوق الأسماك، وكل ده هتشوفوه قدامكم واحنا شغالين دلوقتي. من ضمن برضو الحاجات المهمة جدا إنتاج الألبان المتخمرة بأنواعها سادة أو بالفاكهة بكمية أقل، مهم جدا الجزئية دي، من 15 طن في اليوم. إنتاج الجبن بمختلف أنواعه سواء طري أو جاف، أو تجهيز الجبن، وإنتاج الكريمة وطحن الحبوب، وإنتاج وتعبئة اللبن، وإنتاج مسحوق أو طحينة غير منزوعة الدسم من البذور. الحاجات دي كلها زي ما قلنا من ضمن القرار. صنع الثلاجات والمجمدات المنزلية. القرار كمان فيه أنشطة صناعية بيحظر إقامتها داخل المناطق الصناعية، زي إيه؟ زي ذبح وتجهيز الدواكن ومجازر الدواكن، وذبح وتجهيز المشاية اللي هي مجازر المشاية، ومعالجة مخلفات المجازر. القرار ده كله هحطه لحضراتكم ان شاء الله في وصف الفيديو، هتلاقوه موجود، وكمان موجود على صفحة المراجع المصري على الفيسبوك، وموجود على اليوتيوب كمان للي حابب ان هو يشوفه.